السلام عليكم، جمعة طيبة مباركة عليكم جميعا. تصوير الفيديو النهاردة الجمعة 26 ديسمبر 2025. الوضع الحالي في شارع المعهد الديني، أنا كده في آخره الفيديو بمثابة استغاثة من أهالي العصافرة شارع المعهد الديني للسيد الفريق المحافظ أحمد حسن خالد. الفيديو بتاع النهاردة مش بخصوص الإشغالات دي ولا السوق ولا كده، لأن ياما قلنا وياما اتكلمنا. الفيديو بخصوص الباكيات اللي أخد نص الشارع حرفيا، باكيات شارع المعهد الديني اللي أخد نص الشارع حرفيا. لكم أن تتخيلوا إن شارع المعهد الديني ده من سنين كان شارع رئيسي بيربط ما بين السكة الحديد محطة قطر العصافرة قطار العصافرة لحد شارع مصطفى كامل، وده الحال اللي قال إليه دلوقتي. أما بقى عن الباكيات اللي أنا جاية أستغيث وأوجه نداء للسيد المحافظ بضرورة إزالتها، أهي أخدة نص الشارع حرفيا. هوريكم بدايتها ونهايتها. طبعا كده أنا على شمالي المعهد الديني اللي بيجيله يعني من جميع الدول العربية والدول الإسلامية ودول أفريقيا، تمام، للدراسة بقى وأبحاث أصول الدين وما إلى ذلك. بطلوا يجوا أساسا من الشارع ويخشوا من هنا من البوابة الرئيسية دي، بقوا بيخشوا من الشوارع الجانبية الخلفية بسبب الحال المزري اللي وصل له شارع المعهد الديني. الباكيات أهي مساحتها هخش جواها وأوريها لكم الوضع الحالي لباكيات المعهد الديني، تمام. الناس مش راضيها الوضع خالص ولا الحال اللي وصل إليه. الباكيات بمثابة وقر، هتقولوا لي بياعين فيها، جزء بياعين والباقي مخزن، وباقي الباكيات فاضية ومكسرة ومهدمة وشكلها مصري وسيء جدا جدا، وتعتبر مثابة وقر. يعني الأهل كمان، أهالي العصافرة بيشتكوا بيقولوا إنها وقر لتعاطي المخدرات. النباشين الصغيرين، يعني كل اللي أنت تقدر تقول عليه تقوله باكيات المعهد الديني. تعالوا بقى كده ناخد جولة ونداء استغاثة للسيد المحافظ عن باكيات المعهد الديني. بصوا مساحتها من أول فين لفين. دي كده مساحة الباكيات، تمام. الشارع ده كان شارع رئيسي رايح جاي، ما كانش فيه قبل الباكيات دي، ما كانش فيه الباكيات، كان شارع رئيسي رايح جاي، جزيرة في النص والشارع نضيف. الجزيرة الوسطى مشجرة. انتوا متخيلين الوضع؟ متخيلين الوضع يا جماعة؟ على مدار سنوات تمام متتالية وصل للوضع الحالي. تعالوا بقى نشوف كده الباكيات. هنشيلكم من بره الأول وبعد كده نخش جوه. طبعا هنا ده الجزء المتاح لسير السيارات والتكاتك. الجزء الثاني مفيش أي مساحة فيه لسير أي حاجة. يعني لو لا قدر الله حصل حادثة، حريق، رجال شرطة، رجال مطافي ما بيعرفوش يخشوا الجانب الآخر بسبب البيع، تمام. أهو فرجاء للسيد الفريق محافظ اسكندرية بضرورة إزالة باكيات المعهد الديني، لأنها أولا تشويه الشارع، منظر مصري قبيح وقر زي ما قلت لحضراتكم. أهو محلات مقفولة، الباقي مخزن، شوية بياعين صغيرين هم اللي متواجدين جوه. فاحنا الشارع ينضف، يعني احنا لحد امتى هيفضل شارع المعهد الديني بالمنظر ده؟ التطوير، شغالين في التطوير ومشروع المترو كده. طب الشوارع بقى الرئيسية، يعني ده شارع رئيسي ممكن يربطنا بشارع مصطفى كامل. وطبعا انا ماشيه بصور بحسن نيه، الاخ كان قاعد بيشيش ولا الله اعلم بقى بيشرب ايه، تعدى عليا لفظا زي ما انتوا شايفين كده. فده الحال. هم الحقيقه مش بياعين، هم عباره عن بلطجيه، بيتعاطوا كل حاجه، متخفين بس في شكل بياعين. سفاله، قله ادب، وقاحه، يعني قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، غير تعرض الستات والبنات اللي بيعدوا للالفاظ القبيحه والتحرش اللفظي. وعلى فكرة أنا نبهته وقلت له إن أنا هقصك في المونتاج، ما تقلقش مش هطلعك في المونتاج، بس بعد تعنته وغلطه وقلة أدبه ووقحته زي ما شفتوا كده في الفيديو، فأنا يعني تعمدت بقى أنزله في الفيديو من غير ما أشيله في المونتاج. باكيات المعهد الديني مش بياعين، شوية بلطجية. دول مش بياعين، دول شوية بلطجية. تمام. كل اللي بيجي يصور يعتادوا عليه لفظا وقولا، ولو انا كنت راجل كان ممكن اتضرب. لحد امتى بقى؟ لحد امتى هنقوى اللي هم بلطجيه، مش هقول بياعين، هنقوى البلطجيه والمنظر المقزز ده، تمام، اللي احنا شايفينه اهو. وضع الباكيات ووضع الشارع، يا بياع محترم يقعد في محل، يا اما مش عايزين الاشكال دي. غير بقى
الناس العادية بقى، انت لو جيت تفاصل او تتكلم او كده هتتعرض برضو للإهانة وباللفظ وكده، والناس غلبانة تمشي عشان تشتري وبتعديهم. مسجد أبو بكر جمعية التوجيه الإسلامي، ده موقف من ضمن المواقف الكتير اللي بتحصل كل دقيقة وكل ساعة. اهو الوضع تمام. هنا في طبعا شوية باعة خلاص، والباقي مهدم وسيء جدا جدا ومكملين. فنداء السيد محافظ اسكندرية بضرورة إزالة الباكيات دي اللي بتقوى بلطجية وبالليل بيتعاطوا فيها مخدرات. يا ريت نعمل شير للفيديو قدر الإمكان بخصوص ضرورة إزالة الباكيات. مش بتكلم على الموقف اللي حصل لي، يعني ده موقف من ضمن يعني عشرات المواقف اللي بتحصل، ولكن بنتكلم زي ما انتم شايفين الوضع، الشكل المزري زي ما بقول لكم، اخده نص الشارع، ملهاش محل من الاعراب، ملهاش اي لازمه. من وقت ما اتعملت كانت نظيفه، كانوا البياعين ملتزمين، لكن دلوقتي الوضع اللي احنا شايفينه ده لا يليق خالص. احنا بنعمل تطوير، شغالين في مشروع المترو، يعني جنبا الى جنب يتم تطوير شارع المعهد الديني وفتحه عشان يبقى شارع رئيسي نضيف مرصوف. الاشكال الضاله بقى دي يعني تشوف لها اماكن تانية، يعني اللي من المحافظات بقى يرجع محافظته، الناس تلتزم بمحلاتها. الباعة الجائلين بقى لو هيتعمل لهم سوق حضاري يتفتح سوق ال30، بس ما ينفعش الوضع يكون كده. في اسكندرية جميلة وبنحبها، زي ما بصور المناطق الجميلة والمناطق السياحية في اسكندرية وبنشيد بجمالها، برضو بنحط مليون خط أحمر تحت الأماكن العشوائية اللي محتاجة فعلا تطوير، محتاجة تطوير ونظافة وحاجات كتير قوي قوي. احنا هنا طلعنا كده على الشارع، وده يعني بيبقى الوضع برضو ده كده على الشارع، برضو شارع المعهد الديني. الجزء ده مش تصوير اليوم، ولكن هو ده الوضع تمام. شوية تيجي الإزالة، تمشي الإزالة، يرجع الوضع أسوأ مما كان، وهكذا. محتاج تنظيف، إزالة البكيات، نقطة ثابتة متمركزة في شارع المعهد الديني أوله. تمام. مرور بالليل، أنا نفسي يعني ليه الأمن مش بيمر بالليل يشوف البكيات دي واللي بيحصل فيها؟ يعني أنا اتقال لي حاجات كتير الواحد مش عايز يذكرها الحقيقة ما صحش أذكرها في الفيديو عن الحاجات اللي بتحصل في البكيات دي، فدي وباء، تعتبر وباء. فاحنا يعني بنجمع فيها ايه؟ شوية بلطجية وشوية متعاطين مخدرات وحاجات تاني كتير. طب ما ينفعش بأي حال من الأحوال. يعني أنا إزاي أأمن إن أنا أمشي أخرج أشتري حاجة بالليل، ابني ينزل يجيب حاجة بالليل؟ بتكلم عن الناس والسكان اللي ساكنين هناك، إزاي والأشكال دي الضالة دي موجودة وأشكال شكلها مخيف والله العظيم. نتمنى من محافظة الإسكندرية الاهتمام والاستجابة يعني لأهل العصافرة بضرورة إزالة البكيات وتطوير ونظافة شارع المعهد الديني. أشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم، جيجي رضوان.